صباح الخير، شلونكم حبايب؟ شلون تكونون زينين وبصحة وعافية مشتاقين؟ أنا هسه رايحة للشغل. هسه الساعة ب8 الصبح، وراها نبدي تحضيرات، نروح نسوي أظافيري، نشوف كم شغلة احنا محتاجينها نشتريها ونحضر للسفر. كلش مبسوطة وما مصدقة. هذا الأوتفيت مالتي ويا بنات. تتذكرون هاي العلة اللي كانت تفرق دائما يم سيارتي؟ الحمد لله شالت مكانها، راحت الغير مكان. هسه اقدر افرك براحتي. كانت شنو توصل لهنا؟ تذكرون المعاناة اللي تعانيها؟ مو بالله مستحيلة المرة، مستحيلة، مستفزة. يلا خلونا مرحبا. توني خلصت شغل، صارت الساعة 2:30 ويا اليوم طلعت شوية من وقت لأنه عندي شغلات لازم أسويها، وأني مشتغلة قبلها أكثر على مود يعني يوازي اليوم همينة إنه يسوي أوسكليشن. فراح أجيب ماما ورفيف لأن اليوم عيد ميلاد ماما، وماما من ضوء هذا الفيديو من خلاله أقول لك عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي أنتي، الله يحميك ويحفظك ويخليك إلنا وما يحرمنا من عندك يا رب، ويطول بعمرك أنتي وبابا ويخليكم خيمة فوق راسنا. ويا فراح اجيب هالرفيف الماما لانه اليوم ماكو لا باصات، كل شيء ماكو برلين، كل شيء مسوي اضراب، لا باصات لا اوبنات، كل شيء ماكو. فراح اجيبهم نريد نروح نسوي بيديكيوغا مانيكيوغا، ونريد نهدي لها الماما بيديكيوغا ما تحب تسوي مانيكيوغا وهيك شيء. ويا خلونا نروح نجيبهم ونشوف ايش راح نسوي اليوم بعد سويه. وهذا الشكل الأخير الصراحة كلش حبيته بنات، حبيت اللون، حسيته كلش هادئ هيك لون صيفي، فنفسه راح أسوي همينة الرجلي وإن شاء الله يطلع حلو. سلام. هستونا طبعا طلعنا، ما صار لنا نص ساعة من طالعين، بس الطرق هنا شنو مو طبيعية. فقلنا لازم نفطر بالسيارة لأنه صار وقت الفطور اليوم، لأنه عيد ميلاد ماما، فقلنا نريد نتجمع كلنا، ما بينا حل نطبخ من ورانا سفر وعندنا هواية أشياء لازم نكملها. يا خلصت ايدي، خلصت تكرمون رجلي، رفيف خلصت ايدها، امي خلصت رجلها. وهسه هذا الطريق اللي ما نعرف شو وقت راح يوصلنا للبيت، فلازم مضطرين نفطر هنا بالسيارة. فأنا سويت شي افطر عليه هو الحبوب مالتي، مبينة يمكن هاي ضافي رفيف، شوفوها لما عليها وهاي مالتي كنا. فريد نفطر بالطريق، قلنا لازم اخذ الحبوب مالت الغدة، انا عندي غدة خاملة، فعلى مود وراها بنص ساعة اقدر اكل، فاعتقد راح تصير اكثر من نص ساعة او انا يا ماكو. خل اشوفكم الطريق. شوفوا هاي بش ساعة، 7 ب8 ب7 إلا 10. هاي المفروض تكون الناس كلها بالبيت هاجعة مكملة مخلصة، ماكو مدى يمشي الطريق. تشوفون الشارع اللي قدام همينه، تشوفوا هناك عبالنا نلحق على لعبة العراق، كل شي ماكو. السلام عليكم. هسه طبعا رجعنا للبيت نكمل الغراض. عندي هنا تحضيرات الهدايا، من الهدايا كلها حطيتهم. هسه هنا الغراض غسلتهم وسويتهم، وقاعدين نسوي الهدايا نحضرها. ما احكي لكم كوم غراض. طبعا هاي ربع الهدايا، هذا اتعس شي عندي من اسافر للعراق، اتعس شي عندي هاي الهدايا. بس يلا شو نسوي، خلونا نلملم ونسوي. شوفوا العطورة كلها هسه اشتريتهم، كلها حلوات وطيبة طبعا رياحهم. نشوفكم شوية نبذة عن العطور. اشترينا هذا من اسوليفا، يوب كلش طيبة. هاي همينة ودينا لهم، طلبونا من عندنا كلش زين وحلو للشعر وريحته جميلة. هذا زيت لفروة الراس وللكابا الجسم. فيا هاي مثل ما قلت لكم شي صغير. هنا عندنا الاشياء الباقية. هاي طلبة من عندي مال شعر، موايفي
الفتاتل. هذا جبناه من البرايمارك بنات، الصراحة ريحته تجنن تجنن تجنن، وديوك للماركة العالمية. اشتريت بعد هذولا، طبعا توني ريحهم لا يعلى عليها. بعد شنو جبت؟ هاي جبت هاللغ تشيري بلاسم طبيعية 100%، وريحتها تبقى على الجسم كلش طيبة، كلش أحبها. هو كأنه حاطة كرز على جسمك. جبت مجموعة اللي أحبها من قس، وهاي السودة ريحتها كلش طيبة. جبت هذا، وأخيرا لقيته من ماركة اسنس يجنن، هذا التنت يبقى على الشفة. جبت هذا همين، أخاف أحد يحب يسوي فوليوم ما فوليوم الشعرة. ونجي فرش الأسنان لنا. هاي الأشياء اللي هسه لازم أحطها كل بيت وهدايا. يا صباح الخير، شو أخباركم؟ شو علومكم؟ البارحة رحنا فطرنا كملنا، بس شنو كنا ميتين تعب. جوي بعدين صديقتنا وببيتها فقصينا الكيكة وصينا لها حفلة صغيرة لماما. هاي مثل ما تشوفون عندي طلبية شيء لازم أرجعها اليوم، واستلم بعد وحدة لأنه اليوم بالليل لازم هم أروح أرجعها. هسه رايحين احنا سوريا للشغل. خلونا نشوفكم مالتنا البارك هاوس برافكم. شوفوا هاي بدال مو بالريمونت بقى شو مسوين وعلى وساخ. شوفوا فتح الباب، اكو احلى من هيك، اكو احلى من هيك. احسب نفسي بس الحمد لله والشكر اليوم الطريق احسن بهوايه من البارحه. اوكي خلينا أبور احسن بهوايه من البارحه، لانه رجعت بفوقيه يعني الاوبان والباص وهيك شيء. فيا ايش بنزقلو كلش الحمد لله. اليوم اصلا ما راح اقدر اطول بالشغل، اكثر شيء على الساعه 3:15 لازم اطلع، لانه عندي موعد مال رموش اليوم اسويه. هان خلي اشوفكم اياها الصبح. شو رايكم؟ مانكوش حبيت بنات؟ عن جد كتير كتير حبيت. ايش كذا ماني اقلوم والله. خلاص بدي اسافر. ها على فكره او ماي جاد لازم احكي لكم فد شيء. البارحه قلبي كان يوجعني كلش بشكل مو طبيعي. دفعت البارحه 217,000 عراقي. انا متحصل على الفيزا العراقيه وأنا عراقية، تصوروا، بس لأنه جوازي خلصان لازم أطلع لي فيزا. أنا كعراقية لازم أطلع لي فيزا اشتريتها ب217,000 عراقي، يعني تقريبا 165 يورو، عمود أطب للأراضي العراقية كعراقية، تصوروا يعني. فقلبي دا ينزف والله، يعني أقول معقولة إحنا لبلدنا ندفع فيزا؟ فيا الحمد لله والشكر على كل شيء، وان شاء الله خير. يلا خلوني راح اكمل سياقه، اشوفكم بعد شويه. هلو هسه اني بالمكتب طبعا قاعده اشتغل. كملت كم شغله، وعندي هسه بعد كم شغله، لان بعد 2 أو 3 عندي موعد مهم على مود اسوي الاورلوب بقابه على الاشياء اللي اشتغلتها، وهاي على مود احضرهم للاورلوب انه ياخذون مكاني بالمشاريع اللي انا سويتها، وأكون قبلها محضرتها وقالت لهم إنه هذا المهندس المعماري وهاي الشركة وهاي المعرف شنو. فيا متونسة كلش حاليا، أنا الجو يجنن، ومتونسة بعد أكثر لأنه راح أسافر. أي فهيك هسه مالتي تاقص بلاوف. هيك وقت أكون دائما أنا جايبة القهوة مالتي ومرتاحة، بس يعني رمضان فماكو قهوة. شوي هسه وصلت هنا، أنا خلصت شغلي وجيت دا أسوي مالتي الحواجب. شوية متأخرة لأن ما طلعت من الشغل، فلازم أكمل كل شي. وهسه جيت لحد هنا. أنا مرحبا، خلصت. ممكن نحكي عن جمالها. أنا ليش أجي دائما على هاي البنية اللي اسمها هنا، لشغلها بنات كلش حلو، كلش عجبني الصراحة. فسويت هسه أنا وياها، قلت لها هيك أريد وهيك أريد، وراح اروح اودي لهم الفلوس، لانه كنت معطيتهم بس نص. شوف هي تعاملها مو هالقد حلو صراحه، كلش ناشفه، انه ما تاخذ وتعطي وما تضحك وهاي.
بس شغلها نظيف. وآخر مرة وقت الرموش أكثر من 3 أسابيع الصراحة، فعلى مود هاي أرجع لها أني أونتيا. المهم هسه راح أرجع لهم الفلوس. حطيت الأوسبايس ما قبلت، قلت لها ناين زشرا هاي الدنيا يعني ما أعرف قلت لها هاي الدنيا بس تعرفوا شو قصدي. حطيت الأوسبايس ورحت سحبت فلوس من الدي ام، لأن الدي ام حتى لو تشترين عليك بس وتقولي لها مثلا أنا أريد أسحب فلوس تنطيك الشي اللي تريديه، فراح أعطيها الفلوس وراح أرجع للبيت. زوم لحقنا للإفطار، صار الدنيا ليل، فجبنا لنا من هذا الوراية برجر فيجن. جبنا لنا هسه اجاني أحمد ياخذني وحنرجع ناكل بالبيت. أحمد ما يحب ياكل برا، يحب يفتح المسلسلات ويقعد يتفرج وياكل على راحته. الصراحة هو هذا الشيء مطلوب برمضان، بس احنا آخر 3 أيام كلها ركض بركض ركض بركض ما نلحق، وخصوصا الناس اللي عندها شغل كلش صعبة. يعني أنا بالنسبة لي أشوف شيء كلش حلو إنه رمضان واحد يقعد يطبخ يسوي إنه يوميا أكل فريش أكل جديد يتجنن. أنا هذا الشيء اللي أحبه، بس لأنه ما نرجع من الشغل للساعة يعني أنا أخلص 4:30 5 ما أوصل للبيت ل6، إيش وقت ألحق أسوي أكل وهاي. المهم جبنا لنا هسه قلنا على الأقل وقت الإفطار نقعد براحة وراها، لأنه همينا ماراثون عندنا وركض. رايحين على بيت أهلي مثل ما قلت لكم، دا نودع وجايين صديقاتنا دا يودعونا. ورد أودع إلياس الصغير ابن أختي، يما قلبي يخبل يخبل يخبل. هاي حبايبي. اليوم هو اليوم الأخير، احنا هسه بالمطار، من هنا راح يبدي فلوج ثاني ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا تونسوا وياي، شفتوا التحضيرات ما التحضيرات. الوزن مالتنا كان كلش تمام الحمد لله، 30 كيلو واني 26 تصوروا، بس صغيره كانت 12، بس كانوا كلش متساهلين كلها صعدوها. ويا ان شاء الله تكونوا تونسوا وياي بالفيديو. اليوم اشتركوا بالقناه كالعاده، اشتركوا وفعلوا الجرس، لا تنسون اللايك والسبسكرايب. احبكم واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. هسه راح اسد منه وابدي بفلوج الثاني وهي رحلتي الى بغداد.